ها الطابله ديال الكوزينه اللي كتشوف فيها قبل ما تولي بحال هكا كانت بحال هكا. وتابع معايا الفيديو راك ما غاديش تندم الا تفرجتي فيه. الحاجه الاولى اللي بديت بها وهي هاد الطابله هذه هرستها لانها ما صالحه لوالو، ما خداماش، ومن طبيعه الحال درت في بلاصتها طابله واحده اخرى لان الطابله الاولى كانت محدوره بزاف وما صالحاش لينا باش دار تحت منها ماكينه الصابون. وراه ما يمكنش تجي ودير الحاجه عشوائيا، راه كل حاجه عندها العبار ديالها وكل حاجه عندها القانون ديالها. المرحله الثانيه وهو بدينا في التركاب ديال الجليش. بدينا بالجليجه اللي فوق البوطاجي هي الاولى، لانه فوق هذيك الجليجه غادي نكونوا البلاكارات، وحنا ما غاديش نزلجوا من اللور ديال البلاكارات، وغتبقى لينا 60 سنتيم زائد 10 سنتيم ديال البلينته ديال الرخام هي 70 سنتيم اللي غتبقى لينا ما بين البوطاجي والبلاكارات. هذاك الشيء علاش شديت على الجليجه اللي فوق البوطاجي، حيت غيدار شي جليجي يكون عادي ورخيص في البلاصه فين غيركبوا البلاكارات. هنايا كيف ما كتشوفوا الاخوان راني بوزيت الرخامه وكنقاد في بلاصه لابابو باش يدخل ليا في البلاصه ديالو، وكيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه. ما تنساش دير معاك واحد لايك وتقول لنا شي كومونتير كيفاش جاتك الخدمه. تحياتي الاخوان.